السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده الزبادي بدون اي افتكاسات، بدون مكونات سريه او مكونات سحريه. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، وعشان رمضان قرب بقى هنحتاج ان احنا نعمله كتير. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه هنجيب اللبن اغليه كويس جدا على النار، وبعد ما يغلي طول ما هو اول ما هو بيغلي طبعا بفضل اقلب فيه. يعني وانا حاطاه على النار بفضل اقلب فيه عشان ما يتلطعش من تحت مني او النار تشيطه، يعني يعمل طعم او ريحه او كده. بفضل اقلب فيه كويس جدا، وبعد ما بيغلي بقوم موطيه عليه النار وبفضل اقلب فيه برضو. وبعد ما خلاص حوالي 5 دقايق كده بقوم قافله عليه. بسيبه بقى يهدى خالص خالص كده لغايه اما يبقى، يعني احط صبعي فيه كده واعد لغايه 10 الاقيه دافي اللي هو زي دمعه العين كده. وبعدين بقوم جايبه الزبادي. انا استخدمت علبتين زبادي ل2 كيلو لبن. بتستخدمي اي نوع، دانون او المراعي اي حاجه. حطيتهم في الطبق وضربتهم كويس بالهاند بلندر، وحطيت معاهم كوبايه لبن. بضربهم كويس بالهاند بلندر وبرجعهم في الحله تاني وبضربها تاني بالهاند بلندر. المهم ان انا اضربها كويس جدا عشان الضرب فيها كتير بيخليها ما تفصلش معاكي او ما تسردش ميه، اللي هو ما تلاقيش الزبادي مجرد ما تاخدي منها تلاقيها سارده معاكي ميه. بتبقى متماسكه جدا وكويسه. بتضربيها بقى باي حاجه عندك، مش شرط هاند بلندر، يعني ممكن بالمضرب السلك، ممكن بالخلاط، ممكن باي حاجه عندك. المهم ان انت تضربيها كويس. وبعدين بتغرفيها بقى في اي حاجه عندك المتاحه عندك، في اطباق، في علب ازاز، في طباصي، في اي حاجه. انا كنت جايبه العلب دي كويسه جدا. كنت جايباها الطبق ب12 ونص، بس هي حلوه قوي يعني لو حد لقاها قدامه ممكن تشتريها. هي عمليه جدا بصراحه في المطبخ. وهنا حطيت الكميه كلها في الاطباق. وهنا هجيب الصينيه اللي هي بتاعه الفرن الكهرباء دي اللي انتوا شايفينها، واحط فيها ميه مغليه، وهحط فيها كل الاطباق وهدخلها الفرن. انا كنت مسخنه الفرن قبلها لمده 5 دقايق مدفياه يعني. وهحط فيها الصينيه واسيبها كل ساعه كده، هبدا ادفيها دقيقه واقفلها، ادفيها بس ما اسخنهاش، واكون حاطه فيها الميه المغليه دي. طب لو انت مثلا ما عندكيش الفرن دي هتحطيها في فرن البوتاجاز، وكل دقيقه برضو تدفي عليها وهتغطيها باي حاجه. لو انت ما عندك مش عايزه تحطيها في فرن البوتاجاز عشان انت بتستخدميه مثلا وعملتيها في رمضان، لان احنا بنسيبها طول اليوم في رمضان، فطبعا بتستخدمي الفرن. فانت ممكن تجيبيها تحطيها في، تجيبي الاطباق بتاعتك تحطيها في اي صينيه عندك الومنيا كبيره او اي صينيه كبيره، وتحطي فيها ميه سخنه برضو، وتغطيها بستريتش او باي حاجه عندك تغطيها كويس. وتقومي حطاها لفاها في دفايه او في بطانيه او في اي حاجه تكون تقيله، وتدخليها في مكان، في ضرفه مطبخ او في اي مكان يكون دافي. المهم ان هو يكون دافي يعني كويس. وبعدين بتطلعيها بتاخد من حوالي 4 ل5 ساعات، وبتطلعيها بتكون زي ما انا بوريها لكم كده. هي بتبقى جامده وماسكه نفسها وكل حاجه، بس بتبقى لسه محتاجه تتحط، يعني لسه طريه شويه لو عايزه تتحط في التلاجة. يعني لو لقيتيها طريه شويه معاكي عادي، هي لسه هتحط في التلاجة هتمسك نفسها شويه. هنا انا كنت حطيتهم في التلاجة بس معرفتش اصور من بالليل، فصورتها لكم تاني يوم. وكانت طالعه متماسكه جدا، ووشها ما شاء الله طالع حلو وجميل. وطبعا ده بيرجع معاكم للبن، يعني حاولي تختاري لبن كويس عشان يطلع لك زبادي كويسه. لان انت لو جبتي لبن مش حلو مش هيطلع لك الزبادي، هتلاقيها مش بتربط معاكي، يعني مش بتتقل كده، مش بتمسك نفسها. فده هيكون العيب من اللبن. فاختاري لبن كويس من حد كويس عشان يطلع لك برضو الوش ده. اتمنى اكون قدرت افيدك بالفيديو ده، وتجربيها ان شاء الله تطلع حلوه. ولو عندك اي سؤال تقدري تسيبولي في كومنت، وانا ان شاء الله ارد عليكي، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله.